السلام عليكم. أهلا وسهلا بكم في قناة كروس فاير. طبعا بعد ما نزلنا طريقة التحكم في التليفون من اللابتوب أو البي سي، ناس كتير اشتكت إن مفيش عندها أي جهاز كمبيوتر، وفي ناس تانية قالت إن التاتش بتاعها بايظ ومش عارفين يفعلوا وضع الديباجر. علشان كده النهاردة هنقول طريقة تانية تقدروا تتحكموا بيها في التليفون في حالة لو كان التاتش بايظ أو مفيش عندنا جهاز كمبيوتر. معظمنا عارفين طبعا إن نظام الأندرويد مبني على نواة لينكس، يعني إن نظام اللينكس أو الويندوز ونظام الأندرويد عندهم نفس الإمكانيات، بالرغم من إن هما مختلفين في طريقة التشغيل وفي البرامج بتاعتهم. بمعنى أوضح، إن اللي يقدر يشغل الكمبيوتر بتاعك يقدر يشغل التليفون اللي في إيدك. يعني حضرتك تقدر تشغل مثلا على التليفون هارد أو يو اس بي أو حتى كيبورد، بس لازم يكون بيشتغل بنظام ال5 فولت. يعني ما تجيبش هارد بيشتغل 12 فولت اللي هو الهارد الكبير بتاع البي سي وعاوز تشغله على التليفون. نرجع لموضوعنا اللي هو هنتحكم ازاي في التليفون بالكلام اللي بتقوله ده. اللي يهمنا في الفيديو ده اننا نشغل الماوس علشان نتحكم بيه في التليفون. يعني حضرتك تقدر تستخدم الماوس مكان التاتش، وتكتب كمان لو وصلت كيبورد تقدر تكتب. وطبعا الطريقة دي مفيدة لأي حد بيكتب على التليفون كتير، مش محتاج كيبورد خاص، مش محتاج حاجة سعرها عالي. هو بس مجرد إنك هتجيب ماوس، حتى لو الماوس أبو سلك، أو كيبورد من اللي هو أبو سلك عادي، وهنجيب وصلة اسمها وصلة OTG زي ما احنا هنشوف دلوقتي. احنا دلوقتي بقى بنتكلم على إن التليفون بتاعي عطلان، تاتش بايظ، ولكن الشاشة بتاعتي منورة، هقدر أشوف اللي فيها إيه. طيب تعالوا نجرب مع بعض ونشوف. أول حاجة هتجيب الوصلة بتاعة الأوتو جي، أو وصلة تحويل سوكت الشاحن بتاع التليفون لسوكت يو اس بي. الوصلة دي موجودة في أي مكان وسعرها مش غالي، يعني هتلاقيها لو في مصر بحوالي 15 أو 20 جنيه بس. هنجيب الماوس اللي هنشتغل بيه. أنا جايب هنا ماوس وايرلس، اللي هو بيشتغل عن بعد من غير سلك. كمان جبت ماوس السلك علشان نجرب بيه. بس كده، دي كده كل الأدوات بتاعتنا. هنمشي مع بعض واحدة واحدة. هنوصل الوصلة بتاعة الأوتو جي بالتليفون. هنحط اليو اس بي بتاع الماوس الوايرلس بتاعنا. بمجرد ما نوصل الوصلة في التليفون ونشغلها، هتلاقي إن في علامة الماوس ظهرت على الشاشة بتاعة الأندرويد زيها زي الويندوز بالظبط، ومنها تقدر تتحكم بالماوس في التليفون من غير أي برامج، من غير أي تعريفات. تمام كده، شغال وزي الفل، مفيش أي مشاكل. طيب كده نحاول نوصل الماوس السلك ونشوف. ظهرت علامة الماوس وشغال تمام وزي الفل كده. بس كده، هي دي الطريقة، وطريقة سهلة جدا وبسيطة، مش محتاجة أي تعقيد خالص. احنا كده قلنا الطريقتين. لو الشاشة بايظة ومفيش إضاءة خالص فيها، مش عارف تشوف حاجة، ومفعل وضع الديباجر، تقدر ترجع للفيديو اللي فات وتفتح التليفون بتاعك من على جهاز الكمبيوتر بدون أي مشاكل أو برمجيات معقدة. مجرد إنك هتشغل أداة السكرابي هتشتغل معاك كل حاجة. طيب لو التاتش بتاعك متعطل ومش مفعل وضع الديباجر، هتستخدم الطريقة اللي شرحناها في الفيديو ده، وتقدر منها تفعل وضع الديباجر. كده شرحنا خلص النهاردة، واشوفكم على خير. ما تنسوش اللايك والشير للفيديو علشان تفيد غيرك.